القايمة الأولية لنادي الزمالك، قايمة تجيب كاس الرابطة مرتاح مرتاح يابا. بص هتاخد كاس الرابطة ده كده اهو، كده اهو. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان ده انتوا ده ايه ده؟ انتوا ليه عصبتونا يا جدعان؟ ما ده احنا يعني ليه؟ ما احنا كنا كويسين وعمالين نرازي الاهلي، نرازي الاهلي ايه؟ ده انت تشوف قايمتك دي، ده انت هتتهان والله العظيم. احنا السنه الجايه دي هنتهان. اي نعم انت مش هتقابل الاهلي غير ماتشين بس هتتهان. ما هو دي مش قايمه، دي القايمه دي على الاقل في 14 لاعب لازم يمشي. والله لازم في 14 لاعب فيهم عشان القايمه دي تبقى حلوه. في 14 لاعب لازم يمشي ويجي بدلهم 14 تانيين. لا يعني نيجي نبتدي بقى ايه، نقول ال 14 لاعب. في حراسه المرمى عواد لازم يمشي. في الدفاع احمد محمود والزناري. خلاص بقى خلاص بقى، عارف انت خلاص. مش هتاخد مفيش اصلا عشان تاخد منه، هو ما عندوش عشان يديك اصلا. تيجي لنص الملعب دونجا. ياه، امتى ده يجي اليوم ده؟ مهاب ياسر، حازم اسامه، ايشو، محمد عاطف، مصطفى شلبي. خلاص بقى خلاص يابا. اصل دول مش هيجيبوا لك، مش هيعملوا حاجه. هم ما عندهمش حاجه زي ما بقول لك يقدموها لك عشان تستنى منهم حاجه. فلازم يمشوا، لازم يمشوا. اتكلم على الهجوم في سيف الجزيري، حلو قوي عليه كده. خلاص بقى يعني فاهم، لان انا اصلا بالنسبه لي هو ناصر منسي، يعني ناصر منسي غير لو انا جبت مهاجم اجنبي. الجزيري لازم يمشي. حسام اشرف، عمر فرج، شيكا. وطبعا في نص الملعب مع عبد الله سعيد برده مش موجود، وانا برده كنت لو هو كان موجود كنت هحطه من الاسامي اللي هي تمشي. عبد الله وشيكا اسطورتين على دماغنا والدنيا تمام وكل حاجه وبنحبهم وكل حاجه، بس بره العاطفه وبره كل حاجه كفايه. اسمع مني كفايه. مش هتاخد منهم حاجه. وانت ما ينفعش يبقى عندي اتنين في القايمه بياخدوا فلوس وعبد الله سعيد طالب لي 30 40 مليون على اللي انا مش هاخد منه حاجه. اسمع، ميسي ورونالدو بيشطبوا وهو ده 38 وده برده 39 40، يعني الاثنين شبه عبد الله. فانت عايز تقنعني لما دول بيشطبوا عبد الله هيكمل معانا؟ استحاله، استحاله ايا كان هو بيعمل ايه. فبرده نفس قصه شيكابالا. حلوه قوي قوي يا شيكا، يعني اتمنى لك التوفيق في الاداره في الجهاز الفني في اي حاجه. لكن لعب كوره موضوع صعب 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 صعب. عارف انك لعيب كويس وممكن تنزل في ماتش تساعدني وماتش تاني تساعدني، بس مش هتبقى طول الدوري ولا في الكونفدراليه ولا في كاس. مش هتقدر تجاري معايا الموسم، وانا محتاج لعيبه تجاري معايا الموسم. مش حابب يبقى عندي حد في القايمه انا ما بستغلوش. انا بستغله 10 دقايق في الماتش. ليه؟ ليه؟ وبياخد فلوس. سيبك من شيكا، عبد الله. انا فعلا مش هستفيد، والله ما هنستفيد منه. لعيب قوي جدا بس هتستفيد منه فين وفين. مش اللي هو كل ماتش. يعني واحد زي محمد شحاته ده، ما شاء الله الله اكبر، هو ده النموذج اللي احنا محتاجينه. سن صغير ما شاء الله، قوي 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 في مكانه. نص ملعب حكايه، يطلع بيتقدم وبيشوط وبيروح وبيعرف يدي السرو وبيعرف يقطع وبيعرف يسلم ويستلم احسن ما يمكن. وديه باك يمين، بيلعب باك يمين ويديك اوفرات ويغطي ورا ويقطع والدنيا برده معاه ما شاء الله. دي النوعيه اللي انا محتاجها. السن ده اللي انا محتاجه، نوعيه الرجوله واللعب اللي يديني بقى. اديني 5 6 سنين، انا عايز ابني فريق. يعني عايز اعيش حياه برشلونه، اعيش حياه برشلونه، لكن انا مش هعرف اعمل زي برشلونه. بس النموذج نفسه اللي انا ابتدي اطلع لعيبه صغيره، لعيبه قويه متاسسه صح مظبوطه كلها سن قريب من بعضه. مفيش نجم، مفيش حد يقول لي انا هاخد وانا هعمل وانا افرد وانا التاني. حسام عبد المجيد شايفه بيتفرد والتاني بيعه، بيعه ويكسب منه احسن ما يمشي ببلاش. يعني نفس الغلطه صعبه صعبه نستحملها. بيعه يا باشا، يرجع على الاهلي، يرجع على بيراميدز، يرجع على مطرح ما هو حابب يرجع براحته. بس انت بعته وكسبت منه، بعته وكسبت منه. لكن يمشي ببلاش دي ما يمشيش. هو مش عايز يمشي او خلاص غير قراره لما يلاقي الدنيا تتظبط والدنيا تمام، خير وبركه. حسام عبد المجيد طبعا كلنا عارفين مدافع، احسن مدافع في مصر. زي ما قلت لك قايمه لو فضلت زي ما هي كبيرك قوي تاخد كاس الرابطه. لو اول مره تشوف، متنساش تعملي فولو وقول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليكم.